السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. إذا أول مرة تزور قناتي اسمح لي أرحب فيك. أنا علي سليمان، وفكرة القناة هي اللي أحاول أقرب لك قدر المستطاع شكل الحياة والمعيشة في المغرب، سياحيا ثقافيا واجتماعيا وتجاريا. إذا كنت مهتم بالمحتوى شرف لي بالضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس. صلي على محمد ويلا نبدأ. السلام عليكم. أولا صلوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الكبسة هي وجبة غذائية تتكون بشكل أساسي من الرز واللحم أو الدجاج، مضاف إليها بعض التوابل وأحيانا بعض الخضار والمكسرات على حسب الذوق تنتشر هذه الوجبة في دول الخليج، لا سيما السعودية والكويت، وتسمى في بعض الدول بالمكبوس. تسمى الكبسة أو المكبوس، وتقدم غالبا كوجبة رئيسية سواء في المناسبات أو في المنزل. لكن هل المغاربة حتعجبهم هذه الوجبة؟ لا سيما أن الرز مش من ضمن الوجبات الرئيسية في المغرب. خلونا نشوف. حنطبخ الكبسة أولا، وحازم بعض الأصدقاء من المغاربة لتجربة الكبسة لأول مرة، وحشوف ردة فعلهم وانطباعهم عن الكبسة. هذه المكونات اللي نحتاجها للكبسة مثل ما تشوفون: دجاج، بهارات، أرز طبعا بطبيعة الحال، ليمون مجفف، ورق غار، مكعب مرق الدجاج، بصل، طماطم وغيرها من الإضافات الظاهرة أمامكم. في البداية حنطبخ أو حنحط الدجاج يتحمر، ونضيف عليه التوابل، وبعدين نسلق الرز ونضيفهم مع بعض ينطبخوا. هذه الخطوات بشكل مختصر، واعذروني ترى ما أعرف أشرح بشكل دقيق، لكن الفيديو يغني عن الشرح.
وهذه موية الرز، نحط البهارات والفلفل عشان تتبهر شوية، تعطي نكهة. أيضا هي نضيف لها شوية ملح على حسب طبعا الرغبة. وأخيرا نضيف الرز. والحين بنسوي السلطة الحارة أو ما يسمى بالدقوس أو الدقس. طبعا هي إضافة على الرز، يعني بتؤكل جانبية معها، بتعطيها نكهة رائعة وطعم مثل ما يقال فاخر من الآخر. طبعا تتكون من الطماطم والفلفل الحار، الكزبرة، الليمون، وبعض التوابل الأخرى على حسب الرغبة. والحين بعد ما انتهينا حنشوف الرأي لجنة التحكيم. الجيران هذولي شوف ايش رايهم في الكبسة. يونس يلا بسم الله، افتح توكل على الله. هذه الكبسة طبعا أول مرة يونس يمكن سبق وجربتها ياك؟ أنا فايت ولكن هذه ديال كنتان جرب نشوف. يلا جرب. بسم الله. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شي زوين والله تستاهل. تستاهل تبارك الله. أنت أول مرة كنت تجربها ياك؟ أول مرة. قول له ايش رايك؟ زوينة تبارك الله. تبارك الله الرز مفرز ياك. هي الدار بالرز سميتو البسمتي. البسمتي هو اللي كدار فيه. هذا سميتو هذه السي علي؟ هذه الكبسة. وهذا لاصوص سميتو؟ كي يقولوا له الدقوس او الدقس. تبارك الله. هو كيعطي نكهة يعني للماكلة. وش بحال الكسكس ولا احسن من الكسكس ولا قريب شوي؟ لو سميتو كله النكهة ديالها. كل واحد والنكهة ديالها. المذاق تبارك الله ما شاء الله زوين، خصوصا هذا الصوص. الصوص واعر تبارك الله ما شاء الله. الصوص اللي ياكل مع الكبسة. هذه لاصوص ضروري تكون مع الكبسة. يعني اغلب الناس كتديرها يعني كتعطي نكهة يعني. كان الناس يحبها يكون حار، كان الناس يبغوا يكون عادي يعني. تبارك الله ما شاء الله فيها. هي هذه الكبسة ما شاء الله. ذاك سميتو الرز ديالها شكل اقل ياك. اي كان فيها الحار. فيها الحار. ما شاء الله زوين. الحار
طبعا عندنا الكبسه الكسكس، انتم عندكم الكبسه. الكبسه دابا ديال الاكله هذه الاساسيه في شهيرة الخليج يعني. عندنا. بالضبط، في السعوديه الخليج بشكل عام يعني تبارك الله ما شاء الله. هذه تكون زوين. الاساسيه. طبعا كدار يعني مع اللحم مع الدجاج على حسب. اها غير ما تشبع منها هذه. لا ما كتشبعش الصراحه. تاكل حتى الصباح. ما شاء الله زوين. واش تصلح واحد يفتح حانوت يعني؟ ها؟ تصلح الواحد يفتح حانوت محل الكبسه. يعني الطريقه انا فايت واكلها، ولكن هذه معتبره. انا فايت ولكن هذه نكهه خاصه. نكهه خاصه. فيها مذاق جيد تبارك الله. مذاق. الرز ديالها مفرز. الرز فعلا لانه هو كما قلت البسمتي. كان الناس كيديروها يعني ممكن يسووها برز عادي، لكن البسمتي هو ماشي أكثر رز شيء. عادي هذا. هذا مش مو رز عادي، هذا هذا البسمتي. ماشي رز ابيض، هذا رز بسمتي. البسمتي اسمه. هذا تيجي من الهند. كيجي من الهند في الغالب. نعم. تبارك الله فيه هادشي. تايلاند. هذا التوابل باش مصايبه وفيها التوابل. نعم هي صحية. يكون فيها صحية يعني. فيها القزبر، فيها الكزبر والبقدونس والبصل، اسود، فلفل اسود، وايضا الليمون الاسود هذا الليمون مجفف المجفف يعطي نكهة للرز. طيب الله يعطيك الصحة. الله يحفظك بارك الله فيك. طيب كم تقيم الكبسة من 10؟ شحال تعطيها؟ 10 على 10. 10 على 10. تبارك الله ما شاء الله فيها مذاق ما تبارك الله. وانت ايش رايك؟ 10 على 10. على 10 على 10. طيب تبارك الله. ياك الحمد لله. يلا بصحتك وراحتك. بالنسبة للمتابعين من الخليج ما أستغني عن ملاحظاتكم، وبالنسبة للمتابعين من خارج الخليج سواء من المغرب أو أي دولة، إذا كنتوا جربتوا الكبسة قولوا لي إيش رأيكم فيها، وإيش أكثر الأطباق الخليجية اللي تعجبكم. إذا كنتم مهتمين بسماع معلومات عن المعيشة والحياة في المغرب، حكون سعيد لو ضغطتوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل شيء أول بأول.